السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد وحلقة جديدة، فلا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وخلي نبلش. اليوم الفيديو مالتنا عن أصحاب النظريات، فقبل لا نبلش صلوا على النبي ويلا بلش. فمثلا أصحاب النظريات، مثلا كلارنس قاعد يأكل، يجون يقولون هذا الشعار على الأكل ماسوني. طبعا أنا ما مقتنع بشغلة 1% إنه هاي النظريات صحيحة. إذا نجي نشوف راح تقتنع إنه حقيقة، بس كله كذب. أبسط مثال كرتون دورايمون. طبعا كرتون عادي ويتكلم عن بزونة أو قطة تتعرض للتنمر بالمدرسة وبس. إذا نجي نبحث عن نظرية دورايمون راح نشوف قصة كاملة مكتوبة. زين شنو هي القصة؟ تقول القصة كان هناك جاهل أو طفل اسمه نوبيتا المصاب بمرض انفصام الشخصية، ما يجعل الإنسان ينشأ عالمه الخاص به ويتصرف كما يشاء، مما يوحي له بالغرابة للناس التي بجواره. وهذا المرض جعل لي نوبيتا السخرية والتنمر وش دعوة. هو كرتون، هو للمتعة أصلا سووه للطفل أو لأي شخص. يلا الله يسرها ان شاء الله في خير. والاستغراب انه الناس دا تصدق. تخيلوا يا ولد، الناس دا تصدق. وهمكو نظرية تقول جوجو ليس في السرير. زين شنو يعني جوجو ليس في السرير؟ هو كرتون طبيعي للأطفال وما بيشي، بس سووا منه قصة لأن جوجو ليس في السرير وسووا إنه أبو ذابة، وسووا إنه أبو ذابة بالبحر. شنو يا ولد، شنو القصة؟ لو إنه بهاي متأثرة وعرفت لما جوجو ليش كان بالسرير ودا تبكي. معودة صلى على النبي. زين يا ولد، خل أسويلكم نظرية. مثلا واحد كان يتمشى وزلق. تعرفون ليش هذا الزلق؟ تعال أقول لكم. لأن الماسونية قالت له ازلق. فيا ولد أكو هواية أشياء مو منطقية، فلا تصدقون بكل شيء. وأتمنى عجبتكم الحلقة، ومع السلامة.